يا مساء الفل على كل متابعيني، عاملين ايه؟ انا عامله معاكم النهارده طواجن البسبوسه، بجد من احلى واطعم وصفاتي. عامله معاكم بسبوسه بالقشطه في الطواجن كده، تغيير عن الصينيه خالص، وطعمها بقى خطيره. شايفين شكلها؟ وطعم الكريمه فيها حلوه جدا وسهله ومكوناتها بسيطه جدا. يلا جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا اقول لكم على المقادير والطريقه. نيجي أول حاجة نعملها، نحضّر الكريمة. كوباية لبن كبيرة عليها معلقتين من النشا ورشة فانيليا، وهاخدهم على النار يغلوا لحد ما القوام بتاعهم يتقل. هاسيبها بقى خالص تبرد، وهنيجي بقى نحضّر معانا البسبوسة. ده كيس من البسبوسة الجاهزة، لو عايزة تعملي دقيق سميد براحتك خالص. كيس بسبوسة تقريبًا بتاع نُص كيلو، حطيت عليه نُص كوباية من الزبدة السايحة، وقلّبت البسبوسة كويس جدًا لحد ما تتشرب من الزبدة خالص. خلاص كده وقفت تقليب، هنزل بقى بنص معلقة بيكنج باودر وكوباية من الزبادي، زبادي عادي أو بلدي أي حاجة. هلم بقى الزبادي كده مع البسبوسة، مش هقلب بقى كتير عشان ما تنشفش مني، يا دوبك كده المكونات كلها تتلم مع بعض، وهبدأ أحضر الطواجن بتاعتي. هنا دهناها زبدة، وهبدأ أحط نص مقدار من البسبوسة أهو زي ما انتوا شايفين كده، وهسويه بقى كده. هساوي كده الطبقة الأولانية اللي من تحت دي، والكريمة عندنا بردت خالص، ومش حاطة طبعا فيها سكر لأن البسبوسة هتتسقي بالشربات. أهو هجيب بقى الكريمة بتاعتي، هحط بقى كده طبقة برضو من الكريمة. ممكن لو عايزة تعمليها في صينية اعمليها في صينية عادية خالص، بس الطواجن بتديها طعم مميز وحلو جدا. هفرد بقى طبقة الكريمة كده، وهبدأ أنزل بقى بالطبقة التانية بتاعت البسبوسة أهو زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هبدأ إن أنا أوزعها بالراحة قوي، وبرفكم مش هدوس عليها خالص، بالراحة قوي كده بظهر معلقة. هبدأ أسويها. أكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وهحطهم في الفرن لمدة تقريبا نص ساعة. أول ما تتحمر كده نفتح بقى عليها الشواية. هنا بقى أزوقها بأي حاجة موجودة عندك. هنا حطيت هنا عليها شوية بندق ولوز، وهدخلها بقى الفرن. وهنا خلاص فتحت عليها الشواية واتحمرت معايا اهي، بقت حلوة جدا. الشربات طبعا بتاعي يكون شربات البسبوسة تقيل، كوباية سكر على نص كوباية مية ورشة فانيليا ونص عصرة ليمون. ولما يخلص خالص تكون البسبوسة سخنة مولعة لسه طالعة من الفرن، ويكون الشربات سخن جدا برضو، يعني أقفل الاتنين مع بعض. خلاص وهسقي بقى كده البسبوسة بتاعتي لحد ما تتشرب خالص. اهو خلاص كده البسبوسة اتشربت، وده بقى شكلها النهائي. حطيها بقى في التلاجة كده وسقعيها وكليها، وبألف هنا وشفا. لايك وشير للفيديو.